إدارة الوقت باحترافية، الموضوع ده مش بس إننا ننجز مهام أكتر وخلاص، لا، دي استراتيجية عشان نستعيد السيطرة على يومنا، عشان نحول إحساس الضغط والإرهاق ده لهدوء وتحكم. يلا بينا نشوف إزاي. ياه، السؤال ده مين فينا ما حسش بيه؟ إن اليوم بيطير من إيدينا قبل ما نلحق نعمل أي حاجة مهمة. إحساس محبط جدا، صح؟ بس في خبر حلو، الواقع ده نقدر نغيره. الجملة دي هي الحقيقة الأساسية اللي ممكن تغير كل حاجة. فكروا فيها كده، كل دقيقة بتعدي مستحيل ترجع تاني. لما نستوعب الفكرة دي بجد، وقتها بس الباب بيتفتح لإدارة وقتنا بشكل فعال وصحيح. تمام، يبقى خلينا نبدأ من الأساس. لازم نفهم الوقت نفسه. يعني قبل ما نفكر إزاي نديره، لازم الأول نعرف هو بيروح فين أصلاً. السيطرة بتبدأ بالمعرفة. تخيلوا لو لمدة أسبوع واحد بس سجلنا كل حاجة بنعملها، هنكتشف حاجات غريبة وممكن تكون مفاجأة. هنشوف بعينينا فين الوقت الثمين ده بيضيع، وممكن نلاقي جيوب وقت كده فاضية ما كناش نعرف إنها موجودة أصلاً. طيب بعد ما عرفنا وقتنا بيروح فين، الخطوة اللي جاية واضحة. لازم نحدد إيه المهم بجد، لأن ببساطة مش كل المهام ليها نفس القيمة. وهنا بقى هنتعرف على أداة شكلها بسيط لكن تأثيرها ثوري. حرفياً أداة ممكن تغير نظرتنا لقائمة المهام للأبد، وهي مصفوفة أيزنهاور. السر كله هنا إننا نفرق بين العاجل والمهم. الحاجة المهمة والعاجلة دي لازم تتعمل فوراً، لكن الحاجة المهمة ومش عاجلة هي دي اللي بتبني المستقبل ولازم نجدولها. طب الحاجات العاجلة بس مش مهمة، دي ممكن نفوضها لحد تاني، واللي مش مهم ومش عاجل نتجاهله خالص. السر الحقيقي للإنتاجية هو أننا نقضي معظم وقتنا في المربع ده، المهم وغير العاجل. خلاص، حللنا وحددنا أولوياتنا. جه وقت الشغل الجد. يلا ننتقل من مرحلة التخطيط لمرحلة التنفيذ. التخطيط الكويس هو خريطة الطريق بتاعتنا. بنبدأ بنظرة عامة على الأسبوع، وبعدين نحط خطة لليوم بالليل قبل ما ننام. لو حددنا من 3 ل5 مهام أساسية بس، وخصصنا لكل مهمة وقتها، كده بنحول النوايا لالتزامات حقيقية. وحتى فترات الراحة لازم تكون جزء من الخطة دي. ده اللي بيدي اليوم هيكل واضح وهدف. طبعاً الخطة لوحدها مش كفاية، التنفيذ هو اللي بيجيب النتيجة في الآخر. عشان كده خلينا نتعرف على شوية تقنيات معينة تساعدنا على التركيز وإنجاز الشغل بكفاءة. تقنية بومودورو دي عبقرية في بساطتها. الفكرة كلها 25 دقيقة تركيز كامل وبعدها 5 دقايق راحة. الدورة القصيرة دي ماشية مع طريقة شغل المخ، فبتمنع الإرهاق وتحافظ على الطاقة الذهنية طول اليوم. بسيطة وفعالة جدا. في كمان استراتيجية قوية جدا اسمها كتلة الوقت. يعني بدل ما يكون عندنا قائمة مهام عايمة كده، لا، احنا بنخصص كل جزء في اليوم لمهمة معينة في النتيجة أو الأجندة. كده الوقت بيتحول من مجرد فراغ لأصل من أصولنا مخصص لهدف معين. وهنا بقى نوصل لأهم نقطة، حجر الزاوية. كل التقنيات اللي قلناها دي ممكن تفشل تماماً لو في مشتتات. وإننا نقفل الإشعارات ونركز على مهمة واحدة بس في المرة، دي مش مجرد نصيحة، ده هو الشرط الأساسي اللي من غيره مفيش شغل عميق وفعال. إتقان إدارة الوقت مش محطة بنوصل لها وخلاص، لا، دي رحلة مستمرة. ودلوقتي هنكتشف إزاي نحول المهارة دي لعادة بتتطور معانا من خلال التحسين المستمر. ودي الخطوة اللي بتقفل الدايرة كلها، وبتحولنا من مجرد ناس بتمارس الموضوع لناس بتتقنه فعلا. المراجعة المستمرة دي هي اللي بتخلق حلقة بتخلينا أذكى وأكتر فاعلية أسبوع ورا أسبوع. وفي آخر كل أسبوع بتيجي لحظة الصراحة مع النفس. لما نجاوب على ال3 أسئلة دول بنفهم بالظبط إيه اللي نجح وإيه اللي ما نجحش، والأهم إزاي نقدر نحسن الأسبوع اللي جاي بذكاء. وده هو جوهر الموضوع كله. التميز مش بيجي من قفزة واحدة كبيرة، لا، هو بيجي من خطوات صغيرة ومستمرة. تقييم وتعديل، تقييم وتعديل. الخطوات دي بتتراكم مع الوقت وبتوصلنا لنتائج عظيمة. وبكده نكون وصلنا لنهاية رحلتنا. شفنا مع بعض إزاي ممكن ننتقل من فوضى ردود الأفعال المستمرة لنظام هادي ومدروس للتحكم في وقتنا. ال5 خطوات دول هم النظام المتكامل. التحليل بيدينا وضوح، تحديد الأولويات بيوجهنا صح، التخطيط بيرسم لنا الهيكل، التنفيذ بيحقق النتائج، والمراجعة بتضمن إننا نفضل نتحسن على طول. وفي الآخر المكسب الحقيقي مش بس إنتاجية أعلى، لا، هو التحول اللي بيحصل جوانا، إننا نتحول من إحساس الضغط واللخبطة لإحساس بالهدوء والسيطرة، ونقدر نوجه طاقتنا للحاجات اللي تهمنا بجد.
وده بيسيبنا مع سؤال مهم جدا. الهدف مش إننا نكون مشغولين أكتر، الهدف هو إننا نكون متحكمين أكتر. دلوقتي الخريطة دي معانا، والسؤال الأهم اللي بيفضل هو كل واحد فينا هيبدأ منين رحلته الخاصة عشان يستعيد السيطرة على وقته